قعموري، مساءك سعيد، اهلا بك. مساء الخير، شكرا على الاستضافه. شكرا لك على تلبيه الدعوه يوم لا الجمعه. شكرا على واجب. شكرا لك. اذا قبل ان نناقش العديد من النقاط التي تحدثت عنها، هل لك ان توافينا بتفاصيل حادث الاصطدام الذي وقع بين قطارين وبالضبط في محطه القطار ببلديه المشروح؟ نعم شكرا. اولا فقط يعني هناك توضيح فقط فيما يخص عدد الجرحى. هناك في الحقيقة 3 جرحى وليس 6، يعني الآخرين سي دي تروماتيزم كما نقولوا، في حالة رعب فقط. ما بين 3 هذوما كاين يعني 2 مسافرين وواحد سي ان اجون دو دي اس بي، يعني سي ان اجون تاع لا سيورتي دو تران اللي تابع الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية. إذا دخلوا يعني المستشفى وعاودوا خرجوا سالمين الحمد لله. فقط يعني نوضح كذلك انه هذا ماهوش يعني الاصطدام بالمعنى كوليزيون، دونك هو فقط عباره عن تلامس، يعني لانه لو كان يعني كوليزيون، لو كان اصطدام يعني كوليزيون يكون يعني حتى هذوك القاطرات يعني راح يصرى لهم عطب كبير. صحيح. وهو يعني ماهوش لو كا، سي با لو كا، دونك سي سكون ابل حنايا سي ان اكوستاج بريسك، يعني هو تلامس قطارين واللي كان يعني جراء خطأ إنساني، يعني تم استقبال لا ريسبسيون دو تران فواياجور sur une voie qui était occupée par un train de marchandises. دونك هذا هو المحتوى تاع، والحمد لله يعني كاين اون فوا حاليا راهي الي ليبر، وتم يعني حمل كل هذا يعني القاطرات وكذلك بالنسبه للعربات. اذا بالنسبه للمسافرين اللي كانوا على متن يعني القطار تاع المسافرين، يعني تم تحويلهم نحو حافلات لنقلهم وضمان النقل تاعهم، يعني لا اذا الرحلات تسير بشكل يعني عادي بشكل بعد عادي هذا الحادث التلامس. نعم والحمد لله. الحمد لله. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. سي سمير قعموري، بالحديث دائما عن حركة الرحلات اليومية للقطارات على مستوى العديد من مدن الجزائر، يعني نلاحظ حوادث الاعتداءات اليومية على القطارات، خاصة عندما نتحدث عن الرشق بالحجارة واللي تخلف عشرات الضحايا سواء بين المسافرين أو بين عمال SNTF. بداية، لماذا هذه الظاهرة يعني تأخذ منحنى تصاعدي؟ لماذا لم تجدوا لحد الآن ربما حل لهذا المشكل؟ نعم، يعني نتأسفوا أولا يعني لهذه الأعمال خاصة بالنسبة للأطفال. لاحظنا احنا حسب الإحصائيات اللي موجودة عندنا أنه في فترات يعني تاع لي فاكونس يعني يقواو هذا الاخر، وكانه يعني بالنسبه للاطفال هو عباره عن لاعب، عباره عن لاعب. ومن الناحيه الاجتماعيه يعني عملنا استقبال يعني بعض علماء اجتماع وعلماء نفس، يعني باش يديروا تحليل حول هذه الظاهره هذه. يعني بالنسبه لهم يقول لك انه القطار عباره يعني رمز تاع الدوله، رمز تاع الدوله، وفي الحقيقه هي كيفاش يعني بدات ومن بعد ولا عباره عن لاعب. يعني الشيء يعني اللي قمنا به احنا كمؤسسه، اذا عملنا بعده مراحل، في عده مراحل، يعني عده اماكن ايضا في بالنسبه لهذا الرشق بالحجاره. عملنا يعني تظاهرات من اجل التحسيس يعني خاصه في الضواحي، يعني بالنسبه للضواحي كذلك، بالنسبه حتى للخطوط الكبرى، يعني بالنسبه لوهران او على مستوى بليده او بومرداس، يعني عملنا يعني عدة لقاءات وتظاهرات من أجل تحسيس حتى في عبر الإعلام من خلال كذلك قناتكم. يعني عملنا يعني تحسيس فيما يخص يعني هذا الآخر، ويعني ومن جراء هذه العملية واش راح ينجم منها. يعني كاين الناس اللي راهي تآذت، يعني كاين حتى أصيب أحد الميكانيكيين تاعنا حنايا وأصيب يعني حتى قتل. وكذلك بالنسبة بالإضافة إلى هذا يعني شوفوا خسائر يعني كذلك مادية والآخر، وهي في الحق باش يفهم الإنسان انه هذا راه ملك تاع الشعب. يعني هذا العمل هذا راح يولي يعني عكسيا، حتى انه سائق القطار او الميكانيكي او المسافر هو شعبي، يعني شعبي في نهايه المطاف هو المتضرر، يكون ضحيه. وحتى انه قرات في العديد من المرات انه هناك من اصيبوا باصابات بالغه، يعني هناك من فقد العين تاعو. نعم اذا هذه هي الاحصائيات. هناك من فقد الوعي عفوا يعني العين تاعو، هناك من فقد حياته، وكاين حتى يعني من المسافرين
يعني من اصيب يعني بجروح يعني خطيره، وادت به الى يعني حتى فقدان تاع البصر تاعو. هل هناك كاميرات مراقبة؟ رجال أمن ربما نعم. يقومون بمراقبة مثل هكذا تصرفات صبيانية؟ نعم، يعني على متن القطارات يعني الموجودة بالنسبة للقطارات الضاحية مثلا نشوفوا في الصورة. قطار الضاحية يعني هي تحتوي على كاميرات يعني à l'intérieur du train. وبالنسبة للرشق تاع الحجارة يعني يعني من خلال يعني يعني الاكستيريور، يعني من الاكستيريور دو تران، يعني ما كاش هناك يعني هذه الكاميرات اللي تصور يعني هذه الناس. ولكن من خلال يعني هناك بعض الهاوين مثلا نقدروا نصوروا، لانه مؤخرا مثلا نشوفوا ما بين ام البواقي وعين ليلى هناك قطار، يعني حتى في الفيسبوك يعني تشوفوا في اوفيسيال تاع سنتياف، يعني يكون هناك يعني بعض الاخر تصور، يعني تشوف يعني الاطفال كيفاش يضربوا بالحجاره، وكانه يعني تنظيم يعني في هذاك الحي. يعني شيء عجيب نشوفه يعني من خلال الفيسبوك. شوف يعني الرشق بالحجاره كيفاش يعني احياء يعني منظمه من اجل باش يعني تضرب القطار هذا وكانه شيء لعب. مؤسف، هذا شيء وشيء مؤسف يعني سي سمير من قعموري، خلال. انه الدولة تستثمر الملايير نعم. من اجل يعني خدمة المواطن هذا، من اجل يعني خدمة قطاع النقل، لكن في الجهة المقابلة هناك من يقوم بتحطيم هذه القطارات. نعم، وسوف يعود سلبا على يعني لا ديسپونيبيليتي يعني تاع وسائل النقل. توفير وسائل النقل. لانه كسر زجاج يعني يتطلب يعني 3 ايام الى 4 ايام توقف تاع هذيك القطار. يعني هذا الشيء أثر على برنامج يأثر على الرحلات. البرنامج تاع الرحلات، ولهذا يكون احيانا هناك تاخر يعني في خروج مثلا القطار، او وهذا السبب تاعو من اجل لونتروتيان تاع يعني فقط زجاج باش يتكسر يعني يتطلب 3 ايام يعني إصلاح. حتى مدام تحدثت لي عن ربما مدة إصلاح هذه الأعطاب، حتى أنه مثل هكذا التصرفات يعني تكلف الخزينة العمومية مبالغ مالية. طبعا نشوفوا مثلا النافذة فقط يعني ما نقولوش الأمامية لأنه تكلف أكثر وماهيش موجودة، يعني با فريمون ديسپونيبل. يعني نشوفوا فقط هذيك لاتيرال راهي تكلف 120 مليون سنتيم، يعني باش تشوف يعني زجاج فقط يجيب الإنسان، يعني باش نكونوا ان لونغاج كيما نقولوا سامبل. 120 سنتيم يعني اعتبر زجاج، وزيد شوف يعني حجاره شوف شحال تكلفك يعني الخسائر، وزيد 3 ايام على هذا، والتعطل تاع القطارات يعني والبرنامج راح يعني يتذبذب. ونتمنى وان شاء الله من هؤلاء الاشخاص انهم يتوعوا، لانه هناك عقوبات صارمه ضد كل من يكون وراء الاعتداء على القطارات بالرشق بالحجاره. طبعا يعني وفي هذا الاطار كذلك يعني من خلال قناتكم يعني هناك 2 كومبان رانا بريباريو فيهم. كاين لا بريمير كومبان بالنسبه هذه يعني بمناسبه لي بريباراتيف بور لاكيزيسيون دان نوفو ماتريال اللي راح يسيركولي اونتر كي فا سيركولي اونتر الجي جوسكا اورون. اذا هذا العتاد الجديد اللي راح نجيبوه رانا نوجدوا له، لانه رانا خايفين جوستومون من هذا الرزق بالحجاره والاعمال التخريبيه. يعني رانا نوجدوا 2 كومبان دانفورماسيون، والثانيه دو سونسيبيليزاسيون. راح نتوجهوا نحو يعني المراكز تاع التربويه ابتداء من 7 نوفمبر القادم ان شاء الله. نمشيو يعني نحو الاطفال، ونجيبوا حتى يعني الوالديهم اللي يحبوا يجيو، يعني باش نوعيو ونسيو كيفاش بور سونسيبيليزي، يكونوا افلام ويكونوا يعني حتى احنا نستبقوا ربما هذه الايام التحسيسيه بتوعيه المواطن الجزائري من اجل الحفاظ على هذه المكتسبات، لانه الجزائر في ظل هذه الازمه الاقتصاديه والماليه لكنها يعني دائما تسعى الى تجديد ربما هذا القطاع الحيوي، قطاع النقل. دائما مؤسسه اسنتياف تسعى كذلك إلى مشروع إدخال قطارات سريعة حيز الخدمة بداية 2018 ستربط بين المدن الكبرى الجزائر بجاية، الجزائر عنابة، الجزائر وهران، الجزائر قسنطينة. نعم، يعني كما تفضل سابقا يعني السيد المدير العام أعلن يعني على البرنامج تاع التوجه تاع 17 قاطرة هذه اللي جبناها ابتداء، إن شاء الله نجيبوها ابتداء من جونفي.
2018 ان شاء الله. وسوف اول قطار راح يمشي يعني من ما بين الجزائر نحو وهران، هو قطار يعني سريع، يحتوي على سريع يعني يقدر يوصل حتى 160 كيلومتر في الساعة. ويعني من بين الجزائر نحو وهران أول قطار سوف يكون له توقف واحد فقط على مستوى شلف يعني. وهذا عكس يعني القطارات الأولى، يعني سوف يكون هناك قطارات اللي تمشي يعني وتوقف في كل محطة، عنده محطات عديدة. وقطارات يعني اللي راهي هذه موجودة حاليا، والقطار الموجود كذلك حاليا يعني يحبس فقط في الولايات يعني بليدة، شلف، غليزان وهران. أما القطار هذا يعني سوف يحبس فقط يعني سيتان ديريكت يعني يحبس فقط. قعموري، مساءك سعيد، اهلا بك. مساء الخير، شكرا على الاستضافه. شكرا لك على تلبيه الدعوه يوم الجمعه. شكرا لك. اذا قبل ان نناقش العديد من النقاط التي تحدثت عنها، هل لك ان توافينا بتفاصيل حادث الاصطدام الذي وقع بين قطارين وبالضبط في محطه القطار ببلديه المشروح؟ نعم شكرا. اولا فقط يعني هناك توضيح فقط فيما يخص عدد الجرحى. هناك في الحقيقة 3 جرحى وليس 6 يعني. الآخرين سي دي تروماتيزم كما نقولوا، في حالة رعب فقط. ما بين 3 هذوما كاين يعني 2 مسافرين وواحد سي ان اجون دو دي اس بي، يعني سي ان اجون تاع لا سيورتي دو تران اللي تابع الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية. إذا دخلوا يعني المستشفى وعاودوا خرجوا سالمين الحمد لله. فقط يعني نوضح كذلك انه هذا ماهوش يعني الاصطدام بالمعنى كوليزيون، دونك هو فقط عباره عن تلامس يعني. لانه لو كان يعني كوليزيون، لو كان اصطدام يعني كوليزيون يكون يعني حتى هذوك القاطرات يعني راح يصير لهم عطب كبير. صحيح. وهو يعني ماهوش لو كا، سي با لو كا. دونك سي سكون ابل حنايا سي ان اكوستاج بريسك، يعني هو تلامس قطارين واللي كان يعني جراء خطأ إنساني يعني. تم استقبال لا ريسبسيون دو تران فواياجور sur une voie qui était occupée par un train de marchandises. دونك هذا هو المحتوى تاع. والحمد لله يعني كاين اون فوا حاليا راهي الي ليبر، وتم يعني حمل كل هذا يعني القاطرات وكذلك بالنسبه للعربات. اذا بالنسبه للمسافرين اللي كانوا على متن يعني القطار تاع المسافرين يعني تم تحويلهم نحو حافلات لنقلهم وضمان النقل تاعهم يعني لا. اذا الرحلات تسير بشكل يعني عادي بعد هذا الحادث التلامس. نعم والحمد لله. الحمد لله. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. سي سمير قعموري، بالحديث دائما عن حركة الرحلات اليومية للقطارات على مستوى العديد من مدن الجزائر، يعني نلاحظ حوادث الاعتداءات اليومية على القطارات، خاصة عندما نتحدث عن الرشق بالحجارة واللي تخلف عشرات الضحايا سواء بين المسافرين أو بين عمال أسنتياف. بداية، لماذا هذه الظاهرة يعني تأخذ منحنى تصاعدي؟ لماذا لم تجدوا لحد الآن ربما حل لهذا المشكل؟ نعم يعني نتأسفوا أولا يعني لهذه الأعمال خاصة بالنسبة للأطفال. لاحظنا احنا حسب الإحصائيات اللي موجودة عندنا أنه في فترات يعني تاع لي فاكونس يعني يقواو هذا الاخر، وكانه يعني بالنسبه للاطفال هو عباره عن لاعب، عباره عن لاعب. ومن الناحيه الاجتماعيه يعني عملنا استقبال يعني بعض علماء اجتماع وعلماء نفس يعني باش يديروا تحليل حول هذه الظاهره هذه. يعني بالنسبه لهم يقول لك انه القطار عباره يعني رمز تاع الدوله، رمز تاع الدوله، وفي الحقيقه هي كيفاش يعني بدات ومن بعد ولا عباره عن لاعب. يعني الشيء يعني اللي قمنا به احنا كمؤسسه، اذا عملنا بعده مراحل، في عده مراحل يعني عده اماكن ايضا في بالنسبه لهذا الرشق بالحجاره. عملنا يعني تظاهرات من اجل التحسيس يعني خاصه في الضواحي يعني. بالنسبه للضواحي كذلك، بالنسبه حتى للخطوط الكبرى يعني بالنسبه لوهران او على مستوى بليده او بومرداس يعني عملنا يعني
عدة لقاءات وتظاهرات من أجل تحسيس حتى في عبر الإعلام من خلال كذلك قناتكم. يعني عملنا يعني تحسيس فيما يخص يعني هذا الآخر، ويعني ومن جراء هذه العملية واش راح ينجم منها. يعني كاين الناس اللي راهي تآذت، يعني كاين حتى أصيب أحد الميكانيكيين تاعنا حنايا وأصيب يعني حتى قتل. وكذلك بالنسبه بالاضافه الى هذا يعني شوفوا خسائر يعني كذلك ماديه والاخر، وهي في الحق باش يفهم الانسان انه هذا راه ملك تاع الشعب. يعني صحيح. هذا العمل هذا راح يولي يعني عكسيا، حتى انه سائق القطار او الميكانيكي او المسافر هو شعبي، يعني الشعبي في نهايه يكون المطاف هو ضحيه، المتضرر. يكون ضحيه. وحتى انه قرات في العديد من المرات انه هناك من اصيبوا باصابات بالغه، يعني هناك من فقد العين تاعو. نعم اذا هذه هي الاحصائيات. هناك من فقد الوعي تاع عفوا يعني العين تاعو، هناك من فقد حياته. كاين حتى يعني من المسافرين يعني من اصيب يعني بجروح يعني خطيره وادت به الى يعني حتى فقدان تاع البصر تاعو. هل هناك كاميرات مراقبة؟ رجال الأمن ربما نعم. يقومون بمراقبة مثل هكذا التصرفات الصبيانية؟ نعم، يعني على متن القطارات يعني اللي موجوده بالنسبه للقطارات الضاحيه مثلا نشوفوا في الصوره. قطار الضاحيه يعني هي تحتوي على كاميرات يعني الانتيريور دو تران. وبالنسبه للرشق تاع الحجاره يعني يعني من خلال يعني يعني الاكستيريور، يعني من الاكستيريور دو تران، يعني ما كاش هناك يعني هذه الكاميرات اللي تصور يعني هذه الناس. ولكن من خلال يعني هناك بعض الهاوين مثلا نقدروا نصوروا، لانه مؤخرا مثلا نشوفوا ما بين ام البواقي وعين ليلى هناك قطار يعني حتى في الفيسبوك يعني تشوفوا في اوفيسيال تاع سنتياف. يعني يكون هناك يعني بعض الاخر تصور يعني تشوف يعني الاطفال كيفاش يضربوا بالحجاره وكانه يعني تنظيم يعني في هذاك الحي. يعني شيء عجيب نشوفه يعني من خلال الفيسبوك. شوف يعني الرشق بالحجاره كيفاش يعني احياء يعني منظمه من اجل باش يعني تضرب القطار هذا وكانه شيء لعب. مؤسف، هذا شيء مؤسف يعني سي سمير قعموري، من خلال انه الدولة تستثمر الملايير نعم. من اجل يعني خدمة المواطن هذا، من اجل يعني خدمة قطاع النقل، لكن في الجهة المقابلة هناك من يقوم بتحطيم هذه القطارات. نعم، وسوف يعود سلبا على يعني لا ديسپونيبيليتي يعني تاع وسائل النقل، توفير وسائل النقل، لانه كسر زجاج يعني يتطلب يعني 3 ايام الى 4 ايام توقف تاع هذيك القطار. يعني هذا الشيء يأثر على برنامج الرحلات، على البرنامج تاع الرحلات. ولهذا يكون احيانا هناك تاخر يعني في خروج مثلا القطار او وهذا السبب تاعو من اجل لونتروتيان تاع يعني فقط زجاج باش يتكسر يعني يتطلب 3 ايام يعني اصلاح. حتى مدام تحدثت لي عن ربما مدة إصلاح هذه الأعطاب، حتى أنه مثل هكذا التصرفات يعني تكلف الخزينة العمومية مبالغ مالية. طبعا نشوفوا مثلا النافذة فقط يعني ما نقولوش الأمامية لأنه تكلف أكثر وماهيش موجودة ني با فريمون ديسپونيبل. يعني نشوفوا فقط هذيك لاتيرال راهي تكلف 120 مليون سنتيم. يعني باش تشوف يعني زجاج فقط يجيب الإنسان يعني باش نكونوا ان لونغاج كيما نقولوا سامبل 120 سنتيم يعني اعتبر زجاج وزيد شوف يعني حجاره شوف شحال تكلفك يعني الخسائر، وزيد 3 ايام على هذا والتعطل تاع القطارات يعني والبرنامج راح يعني يتذبذب. ونتمنى وان شاء الله من هؤلاء الاشخاص انهم يتوعوا، لانه هناك عقوبات صارمه ضد كل من يكون وراء الاعتداء على القطارات بالرشق بالحجاره. طبعا يعني وفي هذا الاطار كذلك يعني من خلال قناتكم يعني هناك 2 كومبان رانا بريباريو فيهم. كاين لا بريمير كومبان بالنسبه هذه يعني بمناسبه لي بريباراتيف بور لاكيزيسيون دان نوفو ماتريال اللي راح يسيركولي اونتر كي فا سيركولي اونتر الجي جوسكا اورون. اذا هذا العتاد الجديد اللي راح نجيبوه رانا نوجدوا لانه رانا خايفين جوستومون من هذا الرزق بالحجاره والاعمال التخريبيه. يعني رانا نوجدوا 2 كومبان دانفورماسيون والثانيه دو سونسيبيليزاسيون. راح نتوجهوا نحو يعني المراكز تاع التربويه
ابتداء من 7 نوفمبر القادم ان شاء الله نمشيو يعني نحو الاطفال، ونجيبوا حتى يعني لوالديهم اللي يحبوا يجيو، يعني باش نوعيو ونسيو كيفاش بور سونسيبيليزي، ويكونوا افلام ويكونوا يعني حتى احنا نستبقوا ربما هذه الايام التحسيسيه بتوعيه المواطن الجزائري من اجل الحفاظ على هذه المكتسبات، لانه الجزائر في ظل هذه الازمه الاقتصاديه والماليه لكنها يعني دائما تسعى الى تجديد ربما هذا القطاع الحيوي، قطاع النقل. دائما مؤسسه أسنتيف تسعى كذلك إلى مشروع إدخال قطارات سريعة حيز الخدمة بداية 2018 ستربط بين المدن الكبرى الجزائر بجاية، الجزائر عنابة، الجزائر وهران، الجزائر قسنطينة. نعم، يعني كما تفضل سابقا يعني السيد المدير العام أعلن يعني على البرنامج تاع التوجه تاع 17 قاطرة هذه اللي جبناها ابتداء، إن شاء الله نجيبوها ابتداء من جونفي 2018 ان شاء الله. وسوف اول قطار راح يمشي يعني من ما بين الجزائر نحو وهران، هو قطار يعني سريع يحتوي على سريع يعني يقدر يوصل حتى 160 كيلومتر في الساعه. ويعني من بين الجزائر نحو وهران اول قطار سوف يكون له توقف واحد فقط على مستوى شلف يعني، وهذا عكس يعني القطارات الاولى، يعني سوف يكون هناك قطارات اللي تمشي يعني وتوقف في كل المحطة، عنده محطات عديدة وقطارات يعني اللي راهي هذه موجودة حاليا، والقطار الموجود كذلك حاليا يعني يحبس فقط في الولايات يعني بليدة، شلف، غليزان وهران. أما القطار هذا يعني سوف يحبس فقط يعني سيتان ديريكت، يعني يحبس فقط الواي عبر القطارات التي سوف يعني داخل القطارات. لا، هذه بالنسبه للمحطات الذكيه، المحطات بالنسبه للمحطات، بالاضافه الى لا نيميريزاسيون لوتيليزاسيون دو واي بالنسبه للمحطات، سوف يكون هناك استعمال لطابلات يعني، وهذا يعني من اجل اعانه العمال تاعنا عبر القطارات، وكذلك الموجودين يعني اتصال تاعهم مع المحطات عن طريق يعني استعمال لطابلات، ونعطيو لهم كاع المعلومات عوض حاليا راهم يستعملوا لا دوكيومونطاسيون يعني مانويال. يعني توسكي هذا المشروع هذا يعني راهي في حيز يعني سي اونكور. قلت لك مثلا محطه بومرداس تقدروا تمشيوا يعني تشوفوا كيفاش يعني تبدلت. كذلك التعليمات الاخيره التي اعطيت من طرف السيد المدير العام بالنسبه لمحطه الغايه يعني من اجل اعاده كذلك تحديثها، وشوف يعني تدريجيا سوف نلاحظ يعني التغيير في بالنسبه حتى للمحطات. نعم. كسؤال اخير سيد سمير قعموري، الكل كان ينتظر خط الجزائر تونس. نطرح لك سؤال، يعني لماذا تم توقيف اطلاق هذا الخط يعني في الصائفه الماضيه؟ كل الجزائريين الذين كانوا يريدون التوجه إلى تونس يعني اصطدموا بعدم إطلاق هذا الخط، قيل لأسباب تقنية ربما. نعم، هي نتأسفوا فقط يعني المسافر يعني حتى احنا يعني ماذا بينا باش يعني نعاودوا نزيدوا ندرجوا يعني ونكوربور لو تران انترناسيونال يعني ضمن القطارات الموجودة، الرحلات الناسيونال ريجيونال. مالوريزمون يعني اصطدمنا يعني بهذا الجانب تاع المشكل التقني يعني اللي مازال ما تحلش، ونوعد ان شاء الله يعني حين يعني توفر كل الشروط يعني الامنيه وكذلك يعني الراحه تاع المسافر، راح نعود ان شاء الله نطمنوا المسافر انه نحن الاولين يعني راح نخبروا يعني المسافر من هذه الاعاده ان شاء الله. شكرا جزيلا لك سيد سمير قعموري، مدير نقل المسافرين بالشركه الوطنيه للنقل بالسكك الحديديه، كنت ضيفي في هذه الجوله الاخباريه المسائيه. شكرا جزيلا وموفق ان شاء الله.